ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل احلى شويه ممبار كده تاكلوا صوابعكم وراه. يلا بينا نشوف عملناهم ازاي، وعملنا كمان جنبهم شويه بانيه مشوي. شايفين الممبار بتاعنا؟ اقسم بالله حكايه. لازم تجربوا الطريقه دي، تعجبكم جدا جدا جدا. عملنا بانيه كمان مشوي، عملنا الحلو بتاعنا كنافه بالمانجا، نزلتها في فيديو لوحده. يلا بينا نبدا الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو زي ما انتم شايفين معايا البانيه بتاعي، طبعا غسلاه ومصفيه من الميه كويس جدا. معايا التتبيله عباره عن ايه؟ بصلايه وطماطمايه وفص ثوم. بصلايه طماطمايه فص ثوم. هنا ملح فلفل بابريكا بهار فراخ، مش اكتر من كده. نص ليمونه ومعلقتين كبار من الزيت. اهو. في تتبيله اسهل من كده؟ والله ما فيش، وهتاخد احلى طعم للبانيه المشوي بجد. هنزل بقى البانيه فيه يا ريت يعني لو تتبليه فتره طويله. طبعا احنا لسه في رمضان، النهارده اخر يوم رمضان، كل سنه وانتم طيبين. اهو. فبنتبله، فلسه بدري على الفطور. نقلبه كويس كده عشان يتوزع التتبيل في التتبيله كويس. اهو. تشيله بقى في التلاجة، متسيبوش بره التلاجة. نعمل خلطة المحشي بتاعتنا. معايا كيلو الا ربع من الرز المغسول، معايا حوالي حزمتين من الكزبرة والشبت والبقدونس، ونص حزمة من النعناع. معايا قرن فلفل حامي مع 5 6 فصوص من الثوم، وفرمتهم مع بعض كده زي ما شايفين. هبهر فلفل اسود طبعا، بابريكا، كزبرة ناشفة، شوية من الملح بقى عشان نظبط الطعم. نجيب الصلصة بتاعتنا. اهو شايفين صلصتنا الحلوة دي؟ الصلصة دي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، بس طبعا حمرت البصلايه ونزلت عليها بالطماطم اللي انا كنت مفرزاها، وسبتها لما اتسبكت مع بعضها كده زي ما انتم شايفين. بنحط كميه ونقلب، لو محتاجنا بنحط تاني، محتاجناش يبقى خلاص. بس هنا انا محتاجتش. كيلو الممبار بياخد كيلو الا ربع من الرز يا جماعه. كيلو الممبار بياخد كيلو الا ربع من الرز. الممبار طبعا غسلناه ونضفناه مع بعض وقلت لكم الطريقه. بنطلعه من الفريزر، نحطه في مصفى كده، بنشطفه طبعا، نحطه في مصفى عشان يصفي كل الميه اللي فيه، عشان لما نيجي نحشي ما ينزلش ميه على الرز. ولو انت عامله خلطه بزياده المحاشي تانية، اوعي تحشي الممبار عليها كلها، انقصي شويه منها واحشي في حاجه تانية عشان ما تزفريش الرز بتاعك كله. اهو. بفتحه كده من فوق، بدخل صوابعي زي ما انتم شايفين، بفتحه وابتدي اعبي الرز واسحب لتحت كده. مفيش اسهل من كده. اهو. شايفين؟ نمسحه كده كويس، اي حاجه عليه. تفتحي بصبعين وتدخلي بايدك التانية الرز. طريقته سهلة جدا وبسيطة. مش محتاج مش محتاج مش عارفة ايه. اللي بيتحشى بس هو الضان، لانه بيكون رفيع جدا، ما بنعرفش ان احنا نحشيه او آه، نحشيه بالطريقة دي. فده سهل واسع، بيبقى واسع شوية، فسهل انك تحشيه كده من غير قمع. طبعا في المرحلة دي انا مولعة على المية بتاعتي على النار عشان تغلي. الممبار يا جماعة لازم المية تكون بتغلي، عشان ما يطلعش الرز معاكي، واول ما ينزل في الميه الفتحات بتاعته اللي فوق من تحت دي تقفل، ما يقوم الرز ما يطلعش براه. تمام. خلصت كل الكميه اهو زي ما انتم شايفين، الميه بتاعتي بتغلي اهو. نسقط الممبار بتاعنا، لو عليه اي رز زياده من بره شيليه. تمام. لسه ما حطيناش في الميه اي حاجه، ومش هحط غير ملح وفلفل بس. هنشوف مع بعض. بجد والله هتاخدي احلى واطعم ممبار ممكن تاكليه في حياتك. قسيته كله كده شايفين؟ انا ما بكبوش كله مره واحده، لازم اسقط واحد بواحد كده عشان اللي ينزل يتقفل على طول. هوريكم كمان اللي بينزل بيتقفل على طول ازاي. اهو. رشه من الفلفل، حوالي نص معلقه صغير، وملح بقى، اظبط الملح بتاعه. تمام. ندي تقليبه. شايفين الممبار؟ شايفين بوزه قفل ازاي؟ نغطي عليه ونسيبه لما يستوي. بياخد قد ايه على النار؟ حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع. هنا هنحمر البانيه على ما الممبار بتاعنا خلاص قرب يستوي اهو. خلاص. شايفين شكله؟
البانيه، حطينا الجريلا او الطاسه او اي صينيه، اي حاجه موجوده عندك فيها شويه زيت، ونبتدي ننزل بشرايح البانيه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لك الطريقه دي حلوه جدا جدا، والله العظيم ما تاكلي احلى بانيه، احلى كمان من المقلي بكتير. رصيته كده، مش هقلبه غير لما ياخد لون. تمام اهو، شايفين اول ما اخد لون كده وتشوح من الناحيه دي، هقلبه على الناحيه التانية. عملته معاكم برضو قبل كده، كان حلو جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ لما يوصل للمرحله دي بطفي عليه وبسيبه حوالي 5 دقايق، وبرجع اولع عليه تاني عشان يحمر كده زي ما انتم شايفين. لما بتطفي عليه ال5 دقايق ده، البانيه بتاعك بيرتاح ويرجع لما تولع عليه يحمر معاكي، لانه لما بيرتاح بينزل شويه من الميه كده، لما تولع عليه تاني بيحمر بقى معاكي، بيبقى ياخد اللون الجميل ده سر التسويه بتاعته. بس هنا الممبار بتاعنا كان استوى، ابتديت ان انا اشيله كده من الميه. هنا كنت مولعه على الدهن بتاعي عشان يسخن. ايوه يا جماعه، انا بحمر الممبار في الدهن، بحمرهوش في زيت ولا في اي حاجه، بجد الدهن بيديله طعم مميز جدا وبيخليه مسكر. الدهن ما بيجلدش عليه ولا بيجراله اي حاجه، والله العظيم زي كانك محمره في الزيت. جربي واحكمي بنفسك. طبعا بنسخن الزيت وبنسخن الدهن بتاعنا كويس، لما يبقى زي الزيت كده وسخن بنبتدي ننزل بكمية الممبار فيه ونحمره بقى، بيبقى بالشكل الجميل اللي شايفين ده. شايفين التحميرة بتاعته لونها حتى عامل ازاي، ومقرمش جدا. شايفين ان مفيش دهون ماسكة عليه ولا حاجة حتى لما بيبرد. اه، عملنا هنا كوكتيل، وعملنا الخشاف بتاعنا. شايفين البانيه عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله. بجد هو الممبار ما بيبقاش محتاج جنبه اي حاجه، ممكن تعملي فراخ مشويه، ممكن تعملي لحمه زي ما انت حابه. وهنا الحلوه بتاعنا كان كنافه بالمانجا، نزلتها لكم في فيديو لوحدي. رب الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا منه وتاخدوا منه افكار حلوه. طبعا لو عجبكم الفيديو متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب. باي باي، دمتم في رعايه الله.